انت عارفة لو شعرك مش بيطول بعد الفيديو ده هيطول غصب عنك. بعد الفيديو ده هقولك على تركيبة اول مرة اقولها بجد، تركيبة بتعمل انبات وتطويل وكثافة للشعر للدقن، رجالة ستات بنات، اي حد شعره عاوز يطول. اتفرج وركز معايا. اول حاجة هنجيب معلقة بودر المورينجا، دي هتجيبها من اي عطار عادي، ودي مسؤولة عن الزنك والفيتامين اي اللي هيكون في فروة الشعر. نيجي بقى هنا للجوكر بتاع الوصفة، قرنفل مطحون، وده عايز اقول لك المخصص لانبات الشعر بتاعنا. نركز في الوصفه عشان فيها تفاصيل كتير جدا، وفي تفصيله في اخر الفيديو عاوزك تركز فيها جدا. تاني مكون معانا هو ايه بقى؟ الصدر المطحون، وهو المسؤول مسؤوليه تامه عن عدم التساقط ومساعدك على الانبات وتقويه بصيلات الشعر. لو وصلت لحد الفيديو هنا بعد اذنك اعمل لايك واعمل كومنت حلو عشان الريتش عندي بقى واقع اخر فتره. بعد كده هنحط معلقه روزماري مطحون، ده روزماري مطحون. اوكي، ركز في الخلطه لان هي كلها مكونات مغذيه جدا. ده اللي انتم شايفينه ده كركديه مطحون، نحط معلقه كركديه مطحون. هنعمل الخلطه زي ما انتم شايفين كده كلها مكونات، وهنضيف عليها قد ايه بالظبط؟ نص كوبايه لكوبايه زيت زيتون طبيعي، زيت زيتون طبيعي. بعد كده هنجيبه وهنحطه في مكان ضلمه لمده 24 ساعه، تمام، لمده يوم. بعد كده تاني يوم هنحطه نعمل له حاجه اسمها حمام بخار. وبعد حمام البخار وبعد ما خلصنا دي بقى نعبي المكونات بتاعتنا دي في علبه سيرم فاضيه او بخاخه فاضيه، ونبتدي نحطها على فراغات الشعر بعد الشاور او قبل الشاور بخمس ساعات، ونغسل الشعر بحمام كريم. انا بقى عاوزك بعد الوصفه دي تودع التساقط وتودع الشعر الخفيف، لان كمان جاي لك بمنتج قوي جدا هقول لك عليه، اللي هو سيرم نانو بلاتينيوم جولد بلازما الخلايا الجذعيه. ده مخصص للاطفال الصغيرين او البنات اللي شعرهم خفيف وعاوز حاجه تقله وتنعمه في نفس الوقت الشعر يطلع ناعم. لو انت عاوز تطلبه، عاوز تسال عن سعره، اسال في الكومنتات او ادخل كلمني خاص على طول، هرد عليك بسعره. وكمان الميزه اللي بحسها في المنتج دي فعلا حلوه جدا ان نتيجته دايما، ومن اول علبه فعلا بيجيب نتيجه، ولو طلبت علبتين بتاخد الثالثه فري. بس كده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وشكرا ليكم والسلام عليكم، بحبكم جدا. لو عندك اي سؤال سيب لي في الكومنتات. باي باي، سلام عليكم.